شلون رسمها شفتي؟ ما اعرف كبرها. الو مرحبا. أي مساء الخير. مرحبا فاتحة، شلونك؟ تبكي لا يا قلبي لا يا تبكي. عمري مثل خياتك قلبك. قلنا خياتك يا قلبي. كبير عمري. وين جاي تجي البصرة ان شاء الله اذا الله سهل الامور. حبيبتي عندك قصة؟ أي سمعت أنت قصة. اوكي سدي المايك، سحبي نفس عميق 3 مرات، شهيق زفير، وصلي على النبي وشربوا مي وفتحي المايك حتى نسولف. يلا. واللايف يسجل ترى وينشر، هاي خليها ببالك. تمام سمعتي. ارتاحتي؟ ارتاحتي؟ شيلي الهيدفون وغير الصوت، ما عندنا مشكلة، غيري الصوت عادي، حطي أي شيء، بس شيلي السماعة لأنه الصوت راح يصير كلش مواهب. اوريدي تغيرينه فراح نتعب الانتباه. هسه ليش معلمة؟ أنا معلمة ومدرسة ومربية أجيال، أني أتكرر مرتين. يا معلمة تربيش مثلي تعلمش مثل خايبة هاي رب كفشته، مش ما تسولفين. ودا أنتظر تخلصين حكي. استوني حكيت هي مقبوعة، صار لها ساعة منتظرية، كامل حكيت لي حكايتي انتظرتيني. كبير قلبك. نادين أني عمري 23 سنة، مزوجة واحد أكبر مني 16 سنة. هو متزوج، هو مطلق، هو عنده ولد. نادين أول مرة صارت مشاكل يعني بيني وبين أهلي، مشاكل يعني أنا ما دخلوني بيها من البداية، مو أنا السبب، هم بيناتهم. أروح لأهلي يحجون علي، أجي يمه يحكي على أهلي يقولولي أنتي ما تعرفين تتصرفين ويا زوجك. ليش؟ إنه هو من نوع يعني حشرة، يعني حشرة اللي يسمع طبعا، إنه ما يحترم المرأة، يقول أنا عند المرأة لا شيء. هيك في الشيعات، فما تجين انتي وتحاولين انه تمشين على كيفك او على هاي السوالف. المهم صارت مشاكل بيني وبينه، انفصلت عن اهلي، انفصلت عن يعني كل شي يخصني، صديقاتي، اهلي، امي، ابويا. بقيت يعني بس لبيتي ولبنتي وإلا هو شخصي، يعني انعزلت عن يعني كل الدنيا. ماتت بنيتي، صارت مشاكل أكثر بيني وبينه، مشاكل يعني أتفه الأسباب، يعني ماكو يعني. طبعا مرتبكة ودا أرجف. المهم ست نادين
وصلت بيناتنا للطلاق. هو يروح يم أهله يعني يحكي لهم، يقول لهم هي فقيرة، هي حبابة. يروح يم عمامة يعني بنات عمه مو يجون علينا فيحكي ليها. زين أرجع أصفن يعني من أسمع حكيهم أجي أسأله، أقول له من أنت إيش تحكي قدام الناس؟ قال أنت ليش تعذبني؟ أنت إيش جدت يعني تمرمر حياتي؟ يقول أنا أنا يعني طبيعتي ويا المرة هيج. نادين طبيعته هو لا أبالي ويا المرة، ما يهتم بيها، لا كلمة، لا حب، لا احترام، لا أتفه يعني الأسباب. وصلت بيناتنا طلقني، عاركني طلقني، كلمة واحدة يعني قال لي إنه أنت طالق. قلت له أنا وين أروح هسه؟ يعني أنا ما عندي أهل، أنت طلقتني يعني أنا شلون؟ وأنا عرفت أهلي على مودك وعرفت كل شي يعني، شلون أسوي يعني شنو أسوي أنا؟ تعرفين أنا يعني ما أدبر. بقيت يم أمه وأبوه شهر كامل جوا بنفس البيت بس جوا، هو فوق بيتي شقة صغيرين، بقيت يم أمه وأبوه شهر كامل. حكت وياي أمه وما أدري شنو هاي، رجعت له، رجعت وياه. ما أعرف يعني هسه بيت جديد يعني اكتشفت دا يخونني، عنده بنات وأنا شفته بعيني وساكتة. المشكلة إنه أعرف إنه عنده يعني أول شي أعرف إنه هو عنده خط رجعة ويا طليقته، يعني دا يحكي وياها ويتواصل وياها ويروح وياها ويشوفها. أحكي وياه يقول لي هذا الشي ما يخصك. تمام أوكي أنا ساكتة، شو أسوي؟ سكتت. قلت لي ليش تدخلني ويا بنات؟ ليش؟ شنو السبب؟ البارحة آخر حكي يعني بيناتنا هذا يعني هيج فر عقلي بهاي الحكاية، كان أقول له انتي مو بنتنا ماتت وهذي شو تقولي لو نسوي طفل بلكي تيجينا ولد؟ أنا قلت له بساعة تيجي بنفس اللحظة، قلت له لو تموت ما أخلص منك بعد، يعني أنا بدي أتخلص منك أنت. أنا يعني أنت عذبتني، أنت يعني خليتني ما أعرف راسي من رجليني، يعني ما أعرف إيش سويت بحياتي. ف يعني أريد نصيحة منك إنه أنا أرجع لأهلي لو أبقى يما أقعد وأسكت، لو شنو اللي أنا أسوي؟ لحظة إدراك بعينك، لحظة إدراك بعينك، لحظة إدراك إن شاء الله قرمت عينك يا سنيدس، تحليلاتك وكونانك اللي اشتغل. لحظة إدراك بخشمك. صافنة أنا صافنة، أبو صابر ما يصفن صفنتي. وحدة تقول لي الله ينطيني خلقك، وحدة تقول لي الصبر اللي عند نادين ما موجود، وحدة تقول نادين أخذت لحظة إدراك. أني صافنة على رب العالمين من يفتح إيدك ويحط لك بيها الحل ويشق لك الدرب مثل ما شق النبينا موسى ويقول لك انهزمي، وينطيش كل السبل رب العالمين وكل الوقائع وكل الأحداث وكل التسهيلات حتى تنقدين نفسك. هذا اللي مصفني أنا، هذا اللي يخليني أضرب أخماسي بأسداس. يعني واحد إيش كم مرة يعيش بالحياة يا كوكب يا بشر يا 7 مدري 8 مدري 20 مليار، إيش كم مرة إحنا نعيش
غير احنا نعيش تجارب بالحياة، غير احنا هاي التجارب هي اللي يزيد عندنا الخبرة ويزيد عندنا الوعي والإدراك، غير هاي التجارب تخلينا نخطأ، واحنا هذا خطأنا يخلينا نعرف نتصرف ونصالح الغلط بصح. يعني انا هذا اللي يصفني، هذا اللي يخليني من وحده تحكي قصه بالي يروح بعيد يمشي، اقول له ربي يعني انت اعطيتنا عقل وميزتنا عن سائر مخلوقاتك انه احنا نفكر. ليش اغلب البشريه خالين هذا الاندوم الفوق بس مجرد يشتغل ما يفكر صح؟ يعني عمرك 23 سنه ليش تاخذين المطلق؟ ايش ناقصك؟ مع احتراماتي وتقديري وتقديسي واجلالي للمطلق، ايش ناقصك؟ ها؟ ناقصك تاخذين المطلق وخدتي، واول ما خدتي حن القلب حن، وللطريقه الاولى حن، وبلش عيني فيك وخي عليه وراوش وعي. هاي كل واحد يسمعني. اي وحده عندها رجل او ذكر ينطق اللي راح اقوله قدامه، بعد ما ينطق اللي راح اقوله رفع ايدك للسماء قدامه وقولي له ربي شافيه وعافيه من قلة الثقة اللي بيه، لأن هذا مسكين ويستحق الشفقة والرحمة. أي رجل أو ذكر يقول أنا المرة عندي هي وذاك، أنا المرة عندي هي وهذا، أنا المرة عندي لا شيء، أنت تجين تمشين كلمتك، أنت هذا عنده شعور حاد مطلق عام جازم حازم منتهي من فيلمه بنقص الرجولة، لأن أنت ما طلعت إلا من أم، وما صارت من صلبك إلا أم، وما تزوجت إلا مرة، فأنت المرة اللي تنظر لها بهذا الاحتقار وهذا الفوقية معناتها أنت يا مسكين تستحق الشفقة والرحمة، لأن عندك مشكلة كبيرة برجولتك حادة ونقص حاد في الثقة. طلعتك للدنيا مرة، واللي انخلقت من ضلعك مرة، واللي ربتك وكبرتك مرة، ومن انت انقهرت وانحزنت ما حضنتك غير مرة، ومن انت ردت تتزوج وتسوي سكينة وبيت ما لفتك وما كانت لك عمود غير مرة، ومن تكبر ويدقك المرض وتظل ما تقدر تشيل روحك ما راح تشيلك لا مرة ابن ولا ابن، راح تشيلك بنيتك اللي هي مرة. فبتنتقص انت من قيمة المرة وتقول المرة عندي هي وذاك وهي وهذا، معناتها انت يا مسكين تستحق الشفقة وتستحق الرحمة، وانت زوجك من هذا النوع، زوجك من هذا النوع، وصارت سبحان رب العالمين فتح لك. فكرت الأولى ليش طلقت منه؟ من تاخذ المطلق ما تروح تنبشن بأم السالفة والخلة في أهلها وتعرفن الأولى ليش طلقت منه. خيالية كاذبة وطلقت. شعدش قاعدة عنده له شهرين؟ شنو ما عنده أحد؟ كان منين خطبك؟ منين أخذك؟ وين أمك؟ وين أبوك؟ وين إخوانك؟ وين عمامك؟ وين عشيرتك؟ شعدش قاعدة عنده له؟ انتم مطلقة ما تستحين؟ انتم مطلقيك مو قايلش انت طالق؟ شعدش قاعدة يمه له؟ عشي تحننين عليك؟ يعني معقولة لهالدرجة تقصرون من نفسكم ومن استحقاقكم ومن قيمتكم؟ تطلقين تقعدين يمهله؟ ترى حتى حرام خلي ببالك، والله العلي العظيم حرام يشوفك وحرام يقعد يمك وحرام حتى يطلع عليك اذا ترجعين للحقيقة والشرع والقانون وهاي السوالف. لو تعرفون ايش وقت تكبروها ابوها كان ربوها وكبروها.
رجلها ما بي حظ. وين اروح؟ اروح بالشوارع اديح؟ اروح ارقص باربيل؟ وين اروح؟ قولوا لي وين اروح؟ غصبا ما عليكم تلفوني، افضحكم فضيحه بالمنطقه والعشيره، واقول لهم اهلي طردوني ورجلي طلع ادم وطلقني واهلي طردوني، واحط رؤوسكم بالطين. ارد اشوف يا نشر منه هيك يقول لي طلعي برا. بس انت لا تذبنها براس الاهل، ولا تذبنها براس العيال، ولا تذبنها براس جويسم. زي الميت ميتي وعارفه شلون مشعول الصفحه. انت صار كان عمر وياي، انا مربيت كان اني كابتن حسين نورت، انا مربيت ترى انا ربيت كان صار لك 6 سنين. لا تذبنها براس الرجال ولا اهله ولا اهلك. وحق من انزل القران وحق من احل القسم انت كله انت. بيدك انت تخلين بيت الجنه، وبيدك انت تخلين بيتك نار، بيدك انت تخلين الرجال يريد يخلص الشغل ركض ويرجع لبيته على قد الواهس اللي مسويت له اياه، وبيدك انت تخلينه ما يلفي للبيت شهر. ولا تقولي لي نادين تحيز للرجل. تدرين انا وجويسم علاقات دوليه قديمه جدا انا وياه. تدرين انا دومي صافه ويا الحق، بس من صفي الحق احكي الحق. المراه هي عمود البيت، والزوج والاولاد اركانه. شئتي ام ابيتي، المراه الام هي العمود، هي اللي كل الخيمه متركزه عليه. الاب والاولاد كلهم اركانه. لذلك من تموت الام يقولون انهجم البيت ووقعت الخيمه. لان البيت اذا راح الرجال تقدر تديره وتربي مره وتكبر مره وتزوج مره وما تتزوج المره وتقوم بواجب مره ورجال. بس الرجال ما يقدر يسوي هذا الشيء، ما يقدر. لو هسه انجمعت الانس والجن ما يقدر يسوي اللي انت تسوينه اذا هو ما تقبلك. لذلك انت العمود، فانت اساس البيت، انت المارة تطلقين، فلا تذبينها براس اهلك. اهلي طردوني، قولي انا حنيت لك حنيت واشتاقيت لك اشتاقيت. قاعده اعده له مطلقش، قاعده اعده له هاش اللي بيها. ترى ما تكبرين بعينه، ترى تصيرين هالقدتك، ترى ما يحترمك، ترى تصيرين هالقدتك، ترى ما يهابك ويخليلش ناموس، ترى تصيرين هالقدوتك. شلون نادين؟ والدليل الولو. شوفي بس رجعتي له راح بقى يصادق عليك يوميه وحده ويخونك قدامك ووراك. وهسه درب الداق على القصاب، راح يتوسل بطريقته. وهسه جاي اخر شيء جويسم يريد يصير الملك سليمان القانوني، يريد يخلف الامير مصطفى، يريد يجيبه للعرش مالته للفقر. جايك يقول لي سوي لي بيبي حتى نربيه على الفقر. واحد عينه فارغه قدر ووصف. ولك الرجال يقول على المرأة انا المرأة عندي هي وهذا، واني ما احترم المرأة، واني المرأة ما تمشي كلمتها على الوجه. هو منو النجح بالدنيا اذا ما سمع كلمة مرأة؟ ومنو صار عظيم والعظمه لله اذا ما سمع كلمه مرة؟ ومن اللي وصل ونجح والله كثر خيره ورزقه اذا ما سمع كلمه المرأة؟ ولك انجح رجال الكوكب والعالم والعلماء والكوكب هم اللي سمعوا كلمه المرأة واخذوا بشورها. بس هذا اللي عندك مريض وما بيحب وطلقك ورجعتي له، وهسه تقول لي نادين شو اسوي؟ شو تسوي؟ روحي خلفي له الامير هاري. الوليد من طلال ايش عنده؟ فلوس وذهب واموال وقصور وبوتات وكروزات. زين خلفي له جهال حبيبتي وخلي يخونك. واذا اراد يرجع مرته روحوا وياه مشايه، روحوا رجعوها. ابي صريت اثنينات كان احسن ليه يمشوا ليه حتى تخلصين. زين وجيبي له قروده 3 4. زين وخلي امك وابوك يعيشوهم لو عيالك. جايتنا عروس 23 سنه. عمرك 23 سنة دخلت بنصيب وما نجح. حالك هذا اللي مقاميع الدهر مقاميع البيت. حالك حامل. دخلنا بعلاقات زوجية مو ناجحة. نشلب برب الكوكب، نشلب عشب بطانية لو هالمركب لو ما اركب. وتقولين نادين متعب حالتي وما ادري ما اعرف حياتي ايش بيها. انت مو قلتي نادين ادمر حياتي وما اعرف حياتي ايش بيها، وانت بعدك عمرك 23 سنه. 43 اذا صرت 33 اذا صرت 53 يصير في زهايمر مبكر. جويسم هذا لا تستقلين بيه، لا تستقلين بيه. هذا جويسم يخليش تمشين وتفترين وتسولفين ويا روحك. طفري ما دام النهر ضيق وما عندك قروده.
فرحانه جايه تريد تخلف من الامير من الوليد بن طلال، جايه تريد تخلف. روحي يما طفره، روحي حبابه، لو تبقين عايشه ومتحمله الحب والغرام لا تخلفين، لو تطفرين بجلداتك روحين بيت اهلك. اللهم اني بلغت، اللهم اشهد، والقرار الك. ست نادين تسمح لك كل شيء؟ قولي خيي قولي، والله راح انام من صوتك هذا صوتك ينعس، الله يساعدك ويسب عليك، على من يم بفادي راحت. يا حبيبتي صير خلي حكايتك السنعه مثلي، خلي حكايتك السنعه هيك تفر الرجال فر، تقنع هالسلو راسه منو هيجي. نادينا سولف، ايوه نادينا سولف، سولف هي سولف. أول شي أني من صار هذا الخلاف بيناتنا وطلقني، إنه أني ما حكيت لأهلي وما قلت لأي أحد. هو قبل لا نتعارك يقول لي هاي الكلمة، أنا وأهلي عفت أهلي وإجيت وياه، فأهلي طردوني، قالوا لي روحي سبع فدوات روحي، ولكم أنا سووا لي تمثال روح لليابان، والنبي أنا ما أتكرر، أنا خوف، أنا بيا شيء مخيف. إيش قلت لكم؟ شوفوا عارفة هالنوع رجل هداك بيها دقة ناقصة ورايحة لها وتعاركت وياها على ود جويسي. شوف الكاربو مالها اللي سوت بيها، كملي. شوف ربي شلون نطقك، كملي سنيدس، كملوا مطلايب، كملي. تضحك الفطيرة تضحك، كملي. أقول السؤال علي ماي مام بسرعة، أقول السؤال جاي. أقول السؤال بنتك ايش قد عمرها مال؟ شهر. شنو السبب؟ نقص. يعني 9 اشهر شلتيها ببطنك وطلقتي وجبتي ودمرتي وبعدين جبتيها ماتت؟ لا لا جبتها 7 أشهر. مو كاملة، عشت مو حبيبي. ورا ايش قد من الزواج حبلتي وجبتي؟ ورا 7 أشهر ونص تقريبا. ورا ايش قد؟ 7 أشهر ونص، يعني أكثر من النص. فلك طرقعتك. ورا 7 أشهر حبلتي؟ ما سمعتك. زين ما سمعتيني. ماما حبيبتي راح اقول لك راح يصير، وراها انا اقول لك يلا باي باي نزلي. اوكي باي. تمام. كل ممنوع مرغوب. رجلك يريد يسوي مشاكل بس ما يعرف شلون، يريد يخلص منك بس ما يعرف شلون، يريد يرجع مرته الاولى ويريد يفاتحك بالموضوع بس ما يعرف شلون. هاي اذا هي اصلا راح تقبل ترجع، يجوز هي اضطرت بيه وهو طلع قهره بيك. اجاك من باب الاطفال، انتي حشاك الغبيه سويتي ماما، انتي من قلك اريد اطفال المفروض ما تقولي له هذا الكلام، لا تطين لزمه على روحك. هو يجوز حكاها ما ميت عليش، لا يريد منك اطفال ولا عنده قدره هو يربى اطفال، هو روحه ما مربيها، شاربه ما مربيه، يربي له طفل. هو ذبلك هذا اللقط راد يشوف رد فعلك، فايش راح يسوي منه وجاي؟ ايش راح يسوي؟ راح تقب المشاكل. اريد طفل،
انت تقولي له ما اريد طفل. ها اريد طفل، انت تقولي له ما اريد طفل. يروح لاهله يقول لهم شوفوا انا ايش قد حباب واب نزيه، اريد طفل وهي ما تريد تسوي طفل. يروح لاهلك يقول لهم شوفوا انا ايش قد حباب ونزيه واب صالح، اريد طفل وهي ما تريد طفل. ومنك حكايه، منه حكايه، ومن اهله حكايه، ومن اهلك حكايه، تطلعين انت بوجه القباح. ومن تجيبين الطفل وتسوين الطفل مو ال10 ها نادين ال20 وحق ذول الالاف كلها الموجوده، البيبخت والما بيبخت. وذكرين وقولي نادين اختي الكبيره قالت لي الفوق والجوه 20 تظلين تقرطين بيه الندم وما تملين وما تشفين غليلك. اذا خلفتي منه وجبتي وتاليتك يوم حسين رحت بوحده اجيتيني باثنين، ترجعين انتي بالقرد مالته. واول شي طلقك. بعد اكثر من هيش توضيحات ما انطيك، كافي تعبت نعست. والقرار الك، ولو انت كل قرار ما تتخذين بالحياه بس القرار الك. هسه عادي أحكي؟ شكو حكي بعد ما حكيتي؟ شنو قنبله تدبي لنا اياها بعد جديده؟ اكو قنابل ما دبت لنا اياها، ما عندنا التحمل. اكو قنبله بعد ضامت لنا اياها؟ لا ست نادين، بس أنا حاولت إنه أختصرها. احكي. هي للقنبلة يعني، إنه هسه أنا إذا أطلب إنه الخلع منه أو يعني أتركه لزوجي، وأنا أهلي يعني مشاكل، فأبقى وأسكت لو أرجع لأهلي. أنا ما عندي مشكلة حبيبتي، البقاء ويا الزوج أو طلعة من يما أنا مو قرار. أنا ما عندي أخت كبيرة وتنصحني، فوالله بس بدي أحتاج من النصيحة أنا من أحد. نصحتك أنت ما سمعتيني، قلت لك إلك حلين، يا أما تبقين يمه تعيشين عادي تبقى حياتك طبيعية كونك ما تحبين إنه تروحين لهلك وتعيشين يمهم، بس ديري بالك ديري بالك تخلفين. أنت سمعتيها؟ لو ما سمعتيها هاي ما سمعتيها. سمعت، لا سمعتها والله. قلت لك لو يعني تنفصلين منه وتروحين وتعوفينه، لو تبقين عايشه وياه بس لا تخافين منه حاليا، يعني لا تخافين منه حاليا. بعدك ما تعرفين شنو هو، ما تعرفين جوز ينصلح، الله ان لله في شيء في خلقه الشؤون، جوز ينصلح ما تعرفين. ماشي؟ بين الخيارين قدام تختارين واحد. ترى من البدايه اول ما بلشت تحكي قلت لك اياه بين الخيارين، لان حسيت بيك انت ما تقدرين تروحين له تستقلي يعني ما مرتاحه يمك. صح. ترى خلي ببالك، ترى حتى الاهلها زناقين، والاهلها سند، والاهلها كفو، واللي عندها وظيفه واللي عندها فلوس من تطلق ما ترتاح بالبدايه. خليها ببالك باكر كل شن خلينها ببالك. بدايه اول سنه الى سنتين اي وحده تطلق ما راح تشوف راحه زي السنتين اول، بعدين هي وسباعيتها وشطارتها وقدرتها وتحملها وصبرها وعقلها الكبير هي تقدر تتجاوز ورا سنتين وحده من عندهم. لو تنطلق مثل الصاروخ، لو تنزل جوا سابع قاع تظل يوميا ويا واحد. لا ثالثه لهما، لا ثالثه لهما. ماشي حبيبتي؟ لا عبالك انت تعود على اساس انك تعبانين ما راح، ترى حتى لاهلها زناقين هم ما راح ترتاح وتروح تقعد عندهم ويحطوا لها غرفه. يما